إحدى القرى النائية في الهند كانت تعيش امرأة تدعى عائشة، وهي أم ل4 أطفال وزوجة لرجل بسيط يعمل في الزراعة. عاشت عائشة حياة صعبة، حيث كانت تتحمل مسؤولية كبيرة لرعاية أطفالها وإدارة شؤون البيت في ظل فقر مدقع. كان زوجها يعاني من أمراض مزمنة، ما جعل العبء الأكبر يقع على عاتقها. كانت الحياة تزداد صعوبة يوما بعد يوم، لكن رغم كل الصعاب كانت عائشة تتحلى بالصبر والقوة. كانت تقوم بأعمال منزلية إضافية في البيوت المجاورة لكسب قوة أطفالها، وتسعى جاهدة لتعليمهم وتأمين مستقبل أفضل لهم. وفي يوم مأساوي تعرض زوجها لأزمة صحية حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى. لم يكن لديهم المال الكافي لتغطية تكاليف العلاج، وكانت عائشة مضطرة للبحث عن المساعدة من جيرانها والأقارب. لكن مع مرور الوقت ونتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له زوجها بسبب الفقر وقلة الموارد، توفي الزوج تاركا عائشة وحيدة مع أطفالها ال4. بعد وفاة زوجها أصبحت الحياة أكثر صعوبة. كانت عائشة مضطرة للعمل ليل نهار لتوفير الحد الأدنى من احتياجات أطفالها. كانت تواجه نظرات المجتمع القاسية باعتبارها امرأة وحيدة، وبدأت تعاني من ضغوط نفسية شديدة. على الرغم من كل شيء لم تفقد إيمانها بالله، لكنها كانت تشعر باليأس مع كل يوم يمر. ومع مرور الوقت واجهت عائشة مأساة جديدة عندما مرض ابنها الأصغر بمرض خطير. حاولت بكل ما أوتيت من قوة إيجاد علاج له، لكن لم يكن لديها المال الكافي لنقله إلى المستشفى المناسب. كانت تضطر إلى السفر مسافات طويلة بحثا عن أطباء ومستشفيات مجانية، لكن دون جدوى. أصبحت عائشة محطمة تماما بعد وفاة ابنها الأصغر. كان الحزن يملأ قلبها، لكنها استمرت في الكفاح من أجل أطفالها ال3 المتبقين. فقدت الكثير من وزنها، وبدأت تظهر عليها علامات الإرهاق الشديد. لم يكن لديها أي دعم من المجتمع أو العائلة، وكانت تكافح وحيدة. في النهاية، وبعد سنوات من المعاناة والمآسي، توفيت عائشة بسبب مرض عضال لم تتمكن من علاجه بسبب فقرها. تركت وراءها 3 أطفال يتامى كانوا يشهدون كفاح والدتهم الذي لم ينتهي إلا بوفاتها. كانت قصتها محزنة للغاية، وأثارت تعاطف الكثيرين في قريتها، لكن بعد فوات الأوان. قصة عائشة أصبحت رمزا للفقر والمعاناة التي تعيشها العديد من النساء في الهند، والتي يكافحن من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية جدا، دون أن يكون لهن من يمد لهن يد العون. من بعيد، في إحدى القرى الجبلية القديمة، كان هناك شاب يدعى حسام، وهو راع فقير يرعى الأغنام في الجبال الخضراء المحيطة بقريته. كان حسام معروفا بأخلاقه العالية وشجاعته، وكان الجميع يحترمونه رغم فقره. كان يعيش مع والدته العجوز في كوخ صغير، يعمل بجد طوال اليوم ليؤمن لقمة العيش لهما. في أحد الأيام، بينما كان يرعى أغنامه بالقرب من قصر عائلة ثرية في المدينة، لمح فتاة جميلة تدعى ليل، وهي تتنزه في حدائق القصر. كانت ليلى ابنة أحد أغنى التجار في المدينة. شعر حسام بانجذاب فوري نحوها، وكلما رأى ابتسامتها شعر بأن قلبه ينبض بسرعة. لم يكن يدري كيف، لكنه عرف في تلك اللحظة أنه وقع في حبها. كان يعلم أن الفرق بينهما شاسع، هو فقير وهي من عائلة غنية ذات نفوذ. لكنه لم يستسلم لمشاعره بسهولة. قرر أن يحاول الوصول إلى قلبها بطريقة ما، فأخذ يتسلل يوميا ليرعى أغنامه بالقرب من القصر على أمل أن يلتقي بها ويتحدث معها. وبالفعل، مع مرور الأيام، لاحظت ليلى وجود حسام وبدأت تحادثه. كانت معجبة بشخصيته المتواضعة وروحه النقية. ولكن عندما علم والدها بهذا التقارب، ثار غضبا. فقد كان والد ليل، التاجر عمران، رجلا طموحا لا يفكر سوى في المال والنفوذ. رفض تماما فكرة أن تتزوج ابنته من راع فقير، بل وهددها بعدم السماح لها برؤيته مرة أخرى. عاد حسام إلى منزله محطم القلب، لكنه لم ييأس. فقرر في تلك الليلة أن يغير مصيره. قال لوالدته: سأصبح